تعرف ان اللي كاردي بي عملته في الفيديو ده وقلب الدنيا حصل عندنا في مصر واكتر من مره بس بطريقه مختلفه، حصلت للهضبه من سنين كتير. في ناس لما شافوا الفيديو ده قالوا ان عمرو دياب كان على وشك انه يفقد اعصابه بس تمالك نفسه. اللي كان هيفقد اعصابه بجد هو مروان بابلو. للناس حكت انه لما اتحدف بازازه ميه على المسرح وقف غنى وقال انا ممكن اطلعك دلوقتي اهزق كرامتك بس انا مش هعمل كده عشان انا احسن منك. اللي رد فعله كان غير بجد احمد كامل، اللي بعد ما اترمى عليه ازازه ميه نده على حد من المنظمين وقال له في واحد رمى عليا ازازه ميه بس ما جاتش عليا، ممكن ترمي لي واحده اشرب بدلها. وهنا احمد كامل كان بيعكس نوع رد الفعل البارد ومحاوله استفزاز اللي قدامك. انت بتحاول تضايقني بس انا ما اتضايقتش، اللي هو انا مش شايفك. عمرو دياب وبابلو بيمثلوا رد فعل الشخصيه الدبلوماسيه، ناس كده بتفكر قبل اي تصرف وبتركز انها حتى لو خدت موقف ما تردش الاساءه باساءه. اما كاردي بي فبتعكس رد فعل الشخصيه الانفعاليه واللي ردودهم حاضره، ناس ما بتفكرش كتير بتنفذ على طول، اللي هو ده ننزل لمستواك امسح بيك الارض واطلع لمستوايا تاني. انت بقى رد فعلك زي انهي في دول؟